السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ بداو كلامنا كيف العاده بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم بغيت نوريكم غير هاد الفلفله هادي دايرها عندي انا هنا، وهانتوما شوفوا تبارك الله كيف دايره، مازالها هي طويله، ولكن هذيك النهار لقيت فيها واحد بحال شكل ديال الناموسات، راه كانوا جاو للدرك، جاو للزعبول ومشاو بيضين. دابا راه هما فيهمش حيت انا درت ليهم الدواء. كيجيو الا مشاو حتى حطوا على شي حاجه بحال هكا هنا كيبان لك هاد العود هذا ولا يابس، ما بقاش في لونه. واحد العجب زعما ما عرفتش انا، بحال داك الشكل اللي كان تيطرى للزعبول حتى ما بقاش تين الشوكي، حتى ما بقاش كاع عندنا حنا هنايا في سلا، ما بقاش كيدور كاع الا جابوه من شي بلاصه هكا، ولا الناس اللي كداوي، والناس كنظن انا قليله بزاف اللي كداوي. جا ليا هادي اصلا في الاول فين كان جا هاد الوردات. شوف كي ولاو، انا نوريهم لكم شوفوا كي ولاو. هاد الوردات تبارك الله، عرفتي كي كانوا فيهم هذاك الورد كيولي غزال زوين بزاف. جات فيها ملي كتحط في العود بحال هكا كتردو، شوف بحال هكا كيبقى يبس 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 يبس، والورق ديالو كيولي صفر حتى ما كيبقاش فيه. صافي بدا فيه هو الاولاني. شوف انا راه عاد شديت، مازال انا راه زبرت هادشي هذا شويه. هذا الحبق هو اللي ما عرفتش كيفاش مسكين حتى ما جاش ليه. هاد الوريضات هكا، هادو راه زبرتهم من دابا، عاد هاد الخلفه ديالهم مسكينه هي طالعه ملي جا فيه. المهم هذه كنصيحه انا بغيت نشوف. ها هو نشوف هذه، لا هذيك غلاله صغيره، حيت كندير ليه دابا انا مره رشيتو شي 2 مرات وراه مشى. المهم بالنسبه للناس اللي ربما تتكون عندهم دابا، راه ولا كيجي حتى في هذاك القصب هذاك الرومي، حتى هو ولا كيجي. انا واخا هكاك في الورد وهذا كنقول شنو غندير ليه، شنو ما عرفتش شنو. حتى قال لي غير مول الدار، قال لي ها انت راه سمعتها شنو كيديروا ليه وشنو كيديروا ليه. شوفي هذيك رداتها لي، شوف هذه راه فلفله ولكن من هذاك النوع اللي قصيره شويه. ها هي الفلفله ديالها، ماشي بحال هذه تبارك الله كطوال، وكدير هاد المزيودات ديالها كديرهم صغيورين ورقاق هكا. حتى قال لي راه كيديروا الخل، كدير شي رشاش، هذوك القريعات اللي كيكونوا هكا كيرشوا. درت الخل ودرت معاه بحال دابا انا مثلا هذاك السائل ديال غسيل الماعن والماء، كتخلطهم مزيان وكترش به كل شيء. كنشوف ربما تكون دابا، حيت كل مره كنقلب وما كيبانش ليا، ولكن ما نعرف. كترش به مزيان فين ما كاين هذيك البيوضه كترشها به. هاي شتي، هانت هاي. دابا ملي كتبرك عليها كتلقاها بحال الدم لداخل. كترش بها مزيان، كترش بها وكتخلي بحال دابا رشيتي اليوم، كتخليه شي واحد النهار ولا يومين، وكتعاود تخوي عليه الماء، ترشو هكا بالماء، دير شي تيو ديال الماء ولا هادي وترشو. دابا انا قلت صافي راه ما بقاتش، انا دابا لقيتها هنا في هادي شي مشكله معاها. دابا يعني خصني عاوتاني نعاود ندير هذاك الدواء. هو راه ساهل، غير الخل العادي، ماشي حتى لك الخل ديال التفاح مزيان، ولكن بالنسبه لي انا والله الا درت غير الخل العادي، شريته درته هو اوني. شوف شي كيداير بحال شكل ديال القطن، بحال القطن، وكيعطي لونه بحال شكل فيه الحموريه من الداخل. ما غيبانش مزيان. نحاول نشدو لكم ولكن ما كيبغيش يبان مزيان. شتي
والله الا ولا شفتو تقولوا قطن هكاك لاصق فهاد ها شوف دابا فين. المهم هاد الطريقه هذه بالنسبه للناس اللي عندهم الغرس ديالهم كيشوفوا فيه هادشي هكا بيض هكا، لا في الورد ولا في الغرس. دابا راه ولا كيمشي كلشي، الغرس كله اللي تيكون عندك في الدار كيمشي ليه. حاولوا ديروا ليه هاد الطريقه هذه، رشوا بهاديك الرشاشه، ديروا فيها اوني وديروا فيها، يعني هذا احسن حتى من هذاك المبيدات المبيدات ديال اللي كتشراو كيكونوا كيماويين ما كتعرف شنو فيهم كاع. مازال هذا شويه، يعني راه كلشي فيه مواد، ولكن المهم بعدا شويه هذا ديال المعين. انا بالنسبه لي كندير اوني سائل، هو اللي كنخدم في الدار، كنخدم درته هو ودرت الخل والماء، خلطتهم مزيان ورشيت. دابا بما اني هنا لقيت عاوتاني هادشي، يعني خصني ضروري نعاود. ها هو الشيء ضروري خصني نعاود. شوف شوف شي كيخلي الورق ما تيخليش ليه الجهد ديالو، ما تيخليهش ليه، والله ما كيخلي ليه الجهد والو. تيطيح على الورقه كيبقى عليها حتى كتكرم مسكينه كتيبس. شوف دابا هذا ضروري خصني ندير ليه الدواء عاوتاني. هو بدا من هاد البليصه هادي، هو اللي بدا، الجوايه الاخرين ما بانش ليا. نشوف هنا كاين غير هاد الوريضات هادو ديال ها هما فليفلات صغيورين باقيين يلاه طالعين. سبحان الله العظيم، كدير الحاجه كتبغي تزين بها حتى كتولي المهم اللي سمع هاد الفيديو ديالي نتمنى تستافدوا. الناس اللي كيكون عندهم هكايا، كيكون عندهم غريسات عندهم في البالكويات، ولا عندهم شي حاجه في جريدات قدام الباب ولا هادي، يستافدوا من هادشي اللي قلت لكم. راه كيليق لجميع انواع الحشرات. الخل وكدير مع سائل ديال غسل الاواني والماء، كديروا ترشوا بحال اليوم، كتخليه فيه حتى اليومين ماشي مشكل، وعاد كتعاود ترشوا بالماء. يعني راه مزيان ومزيان كاع بزاف. وملي ترشوا بالماء خليه عاوتاني على الغد ليه وعاود ليه نفس الحاجه عاودها. نتمنى تكونوا استفدتوا. الناس اللي عندهم الغرس في الدار راه مزيانه كيف ما قلت لكم، حتى لهذوك الحشرات الصغيورين بحال انا كان عندي في هذه البلاصه هذه. دابا راه قطعته انا، ها هو النعناع، وكانت كيجيني ليه هذيك الدوده الخضراء ديال الربيع، كتاكل وكتخلي لي غير العود واقف. صافي ولا نديرها حتى هي درتها لها. غير هو كنديروا ليه ملي تيكون هكا باقي صغير، باقي ما نقطعش منه صافي ومن بعد كتموت هي هذيك الدوده اولا كتهرب. المهم انا بعدا ما كنبقاش نشوفها. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ولاول مره كيشاهد القناه ديالي نتمنى تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. مع السلامه.